الإزالة في الإسكندرية من أكتر المواضيع اللي بتؤرق سكان الإسكندرية واللي هم عايزين يشتروا شقة جديدة أو اللي عندهم شقة بالفعل في أحد الأماكن اللي هي من الممكن يتم إزالتها في القريب العاجل. هنعرف في الفيديو ده النهاردة إيه هي الأماكن اللي هتتم إزالتها والأبراج اللي بتكون موجودة أمام شاطئ اسكندرية وشواطئ البحر، وفي أخبار شبه مؤكدة حتى الآن بأنها سوف يتم إزالة مقدار 3 أبراج سكنية على خط البحر بالعجمي، وده بيعادل تقريبا 300 متر، ولكن لغاية دلوقتي مفيش أي تأكيدات على إن هذا الأمر هيحصل ولا لأ. جهود الإزالة والمخالفات في أحياء الإسكندرية بتوصل المحافظة الحملات المكثفة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، التصدي الفوري لأي محاولات تعدي على الأراضي الزراعية، وكمان التعامل الحاسم مع المخالفين، المتابعة اللحظية لمخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد. بيشدد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية ضرورة الاستمرار في حملات الإزالة وعدم التهاون مع أي مخالفات، أهمية المتابعة الميدانية على مدار الساعة، التعامل الفوري مع أي تغيير يظهر على الطبيعة وفق ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة. إزالة 7 فيلل بالعمرية وبرج العرب. حملة مكبرة بنطاق حي العمرية أسفرت عن إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن 7 فيلل على مساحة إجمالي 1600 متر بمنطقة الكينج مريوط، وتم إزالة الأسوار والأدوار العلوية حتى سطح الأرض. إزالة 7 متغيرات مكانية بنطاق مركز برج العرب شملت سقوف وأعمدة وحوائط وأدوار علوية بمنطقة بهيج، وتمت الإزالة بالكامل. حملات مكبرة بحي العمرية أول، التحفظ على كمية من الأخشاب وإزالة متغيرات بمنطقة عبد القادر عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض، إلى جانب رصد أعمال بناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، فضلا عن إزالة حوائط بالدور الأول علوي بقرية الكرنك بمنطقة النهضة. إزالات موسعة بحي المنتزه تاني، استمرار الحملات وعدم التهاون. حملات المنتزه أسفرت عن إزالة نقطة متغيرات مكانية بعزبة الروضة عبارة عن حوائط وأعمدة دور أرضي بدون سقف، فك شدات خشبية وإزالة صبة خرسانية بمرتفعات شارع التين، إزالة حوائط مخالفة بعدة مناطق وهدم حوائط بعزبة البرنس. استمرار الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية وإقامة إنشاءات مخالفة مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين دون استثناء.